ايه رايك؟ هنكسب ان شاء الله. متفائل؟ ان شاء الله باذن الله. هو والله جاهزين للمكسب النهارده ان شاء الله. هنكسب النهارده ان شاء الله، هنكسب. الى قهوة الزملكاوية، الى السيدة زينب. جاي لك يا عم خالد. سمراء، هنكسب النهارده؟ متأكد؟ ان شاء الله باذن الله. ايه ده؟ عايز افهم ايه ده؟ ايه ده بجد ده والله؟ لا بس انت عندك مؤامرة قانونية. عندنا مؤامرة قانونية والله. بص شوف تعريض على المكشوف. بص شوف تعريض على المكشوف. يرجع على طول الزمالك الثاني عمليه 1 ضد 1 الصناعات رجع. شوف الانضباط، شوف الروح القتاليه. لكن الكره في ماتش مقفول من الفرقتين، لسه هنشوف مين هيكسب. ماتش صعب. بيشجع بكل ما اوتي من قوه، عاوز يكون طرف ثاني اكيد وحط مشروع وكذلك وهيشارك. والله يخرج. واحمد شريف نزل. يا رب مش عارف بقى، يا رب يا رب. انت مالك قلقان ليه؟ قلقان ليه؟ خير ان شاء الله. هنكسب يعني النهارده؟ متفائل؟ ان شاء الله خير. كويس باذن الله. ما اداش حاجه اصلا يتعوض. يبقى ماتش الاهلي لمستين يد وهنا واحنا بنحكي. عندك حق عندك حق. 43 سواء بالنسبه للزمالك او بالنسبه لوطن افريقيا فريق نادي بيراميدز. والفرقتين يعني الزمالك عنده تاريخ واسم يغني عن وصفه. ماتش صعب، ماتش صعب جدا ومش عارفين. ماتش يعني كله في نص الملعب، بيتلعب كله في نص الملعب وانذارات وفاولات وحاجه تقرف. ايه رايك في الماتش النهارده؟ والله انا شايف شكل مختلف للزمالك وشايف روح مختلفه لفرقه الزمالك. يمكن كنت تشوف الاول من مباراه الزمالك وبيراميدز ما شفناش اصلا محمد عواد، احمد عبد الرؤوف، حتى لو اخطا في بدايه التشكيل ممكن هو بيصلح يعني. شوف الجزيري ها؟ الجزيري لما الجزيري انت بتلعب قدام. طب انت اللي قلت كده ولا عم اشرف قال لك كده؟ لا والله لا بس ان شاء الله متفائل بامر الله. قديم كويس بس الشوط الثاني اكيد المدرب كلام كابتن احمد عبد الرؤوف هيفرق جدا طبعا. برضه انت بتلعب بطل افريقيا برضه. بالظبط. لا وانت عارف تجارب. حتى الان انت عارف تجارب بيراميدز. بالظبط. حصل من شويه فضيحه في ماتش سيراميكا والاهلي وفي الاخر يقول لك انت مؤامره كونيه. تحب تقول لهم ايه؟ اقول لهم ايه؟ اقول لهم العالم كله بيتفرج، وادي الكره المصريه وادي الحكام المصريين. ادي عايزين بيطلبوا زي المغرب ونبقى زي المغرب. منين؟ لازم المنظومه كلها تتفور عشان نبدا صح. ده الكلام ونتمنى الفوز. مجرة ثانية ضربتين جزاء في لعبة واحدة ما تعرفش يعني، لكن زي ما بيقولوا والله خير. عندك حق عندك حق. ان شاء الله الزمالك في نهاية السوبر، ان شاء الله الزمالك قادر على اي حاجة، لان الزمالك صعب على المستقبل. الزمالك ان شاء الله باذن الله. فاتوقع ان ده يحصل ان شاء الله باذن الله. طول عمر الزمالك علمنا ان هو ضد المنطق. الزمالك ضد اي منطق ممكن تعمل. فانا يعني عايزين ان الحقيقه كل الاقطاب الرياضيه وكل يعني عناصر اللعبه كله دايما تسال. ماتش خلص وضربات جزاء، الواحد مش عارف يتفرج بصراحه. نشوف بقى اللي هيحصل. الصوره يا رب. ضربات جزاء، ايه رايك؟ هنكسب ان شاء الله. متفائل؟ ان شاء الله باذن الله. يا رب يا رب يا رب يا رب. دعواتك. هو الاصل احسن جول في مصر. عبد الله السعيد الشناوي اصدقاء الشناوي جول. وإنفرتو دا سيلفا
الحمد لله. الله يضيع ان شاء الله، يضيع ان شاء الله، يضيع. وصل مالي والضربه الثالثه. رب ونادى يا رب، ونادى يا رب. بالنسبه لصالح الليثي وادي على طول الشناوي. اوريدي الكارثه ما بيضيعش، اوريدي الكارثه ما بيضيعش، اوريدي الكارثه ما بيضيعش، بيضيعش. رب والنبي. يلا يا رب. ما بيضيعش ابن اللذينه ده. ما بيضيعش ده، ما بيضيعش. الجزاء الرابعه لنادي الزمالك. الله يشهد ونبع شهاده. وركله الترجيح الرابعه شحاته. الجولدن بوي، الجولدن بوي. صبا زيكو بيحطها، ما بيضيعش برضه. صبا زيكو بيحطها، صبا زيكو ما بيضيعش. ما بيضيعش، والله ما بيضيع، ما بيضيعش، ما بيضيعش. يا رب والنبي يا رب، يا رب والنبي يا رب، يا رب والنبي يا رب والنبي يا بشير. احنا الزمالك، احنا الزمالك، احنا الزمالك، احنا الزمالك، احنا الزمالك، احنا الزمالك، احنا الزمالك. اعلى. يلا. ما بيضيعش. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. هو بيراميدز خد مكاننا؟ لا، ما السؤال ده اصلا اللي بيسالوه ناس يعني ساذجه حرفيا. يعني يقول لك اصل بيراميدز خد مكان الزمالك. طب ما انا بنفس المنطق دلوقتي مين متصدر الدوري؟ سيراميكا خدت مكان الاهلي بالظبط بنفس المنطق. تقول عليا عبيط زي ما انا بقول عليك عبيط انك تقول ان بيراميدز خدت مكان الزمالك بالظبط. فلا اللي بيقول كده ساذج يعني. مكسب جميل. انا مش عارف اتكلم من كتر الفرحه، وانت اكيد كنت متوتر طول ال 90 دقيقه ضربات الجزاء. تحب تقول ايه يا كابتن احمد؟ الحمد لله، الحمد لله عشان جمهور الزمالك بس. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. هو كل بطوله وكل وقت فيه ظروف وفي رخامه وفي مدير فني ماشي. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله يا رب. السعد ده وربنا يا رب يكرمنا في الماتش اللي جاي يا رب. الحمد لله. بس اللعيبه عملت اللي عليها طبعا. واحمد عبد الرؤوف عمل اللي عليه وليس في الامكان اكثر من بمناسبه كده. احمد عبد الرؤوف تحب تقول له ايه؟ والله الف شكر ان هو اصلا قبل المسؤوليه. هو واحد جاي من الدار للنار لقى نفسه بيلعب سوبر قدام بيراميدز اللي هو بطل افريقيا ولسه هيروح الاهلي اللي هو المفروض بطل الدوري، ولعب ماتش زي ده. كان عندنا مدرب قبله اصلا بيتعادل مع المحله وبيعمل حاجات غريبه. علينا بس مش عايزين نتكلم فيها. روما 90 دقيقه صعبه، ضربات جزاء صعبه جدا. عواد تحب تقول ايه؟ احنا كعبنا عالي عليهم قوي. كعبنا عالي على بيراميدز والزمالك بتاع الماتشات دي، بتاع المواقف الصعبه دي. لو كنا في اسوأ حالاتنا تيجي في الماتشات اللي هي المصيريه اللي زي بيراميدز زي الاهلي بتعمل اداء ونتيجه تمام. يمكن النهارده انت لعبت بتشكيل على ظروف المباراه بالظبط. بيراميدز فريق قوي جدا جدا ولا احد ينكر ذلك. نص ملعب جبار، احسن نص ملعب في افريقيا. عرفت ازاي انت؟ انا عايز اقول لك على حاجه. شابوه كابتن احمد عبد الرؤوف. برافو عليك، برافو عليك. الزمالك نادي الوطنيه والكرامه، حبه في قلبي كل مدى بيزيد غلاوه. لو يكسب يخسر انا قابل بابتسامه عشان انا زملكاوي. زملكاوي بطولاتنا حلال، جمهور لعيبه واداره ابطال. زمالك اسمه لازم يتقال ويتشال على الراس. ضميرنا صاحي ولا ليله ننام، ولا يوم كسبنا بالحكام لا بيهمنا صيت اعلام. احنا غير الناس، احنا الجمهور اللي هو ورانا دينا مهما كان. اعظم جمهور في الوطن العربي يا ابني من زمان. اسال علينا هتلاقينا في كل مكان. احنا اللي بكوره بنظره بنعرف مين لعيب، مش شكرانيه في نفسنا بس احنا مش بتبيب. لو عرفتك تمامك يا اهلاوي يبقى فيك عيب يا ابن انا زملكاوي. احنا الزمالك، احنا الزمالك، احنا الزمالك. 14 دوري بس بعرق جبيننا. جمهورنا في الزياده مش في الناقص. رغم كل ده وجمهورنا في الزياده
ايه الناس دي مجانين؟ احنا مجانين، يا اتصالات خليتونا مجانين، ما فعلا احنا مجانين. احنا مجانين زمالك. احنا مجانين زمالك. احنا مجانين زمالك من ساعه ما وقعنا على وش الدنيا واحنا مجانين زمالك. الحمد لله. ماتش صعب، 90 دقيقه ماراثونيه، محمد عواد، ظروف كتير قوي، سسبنس، تحب تقول ايه؟ الغيابات طبعا والحاجات خارج الملعب حصلت. احنا مش عارف ليه كل ماتش سوبر بنلعب بيراميدز، ليه ما جالناش سيراميكا؟ مش عارف ليه. الحمد لله على المكسب، وان شاء الله ماتش الاهلي ان شاء الله ان شاء الله. شويه جديه بس وشويه حماس في الملعب ولعيبه. احنا عندنا لعيبه ممتازه بالزبط. لو كل واحد في حالته هنكسب. احنا الزمالك ولا غيره، احنا الزمالك رقم 1 في مصر، ولا بيراميدز ولا مش بيراميدز، هو ده نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. يحيى الزمالك العظيم.